ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. تعالوا النهارده نعمل مع بعض برجر الفراخ. هنعمله مشوي وهنعمله مقلي او محمر زي ما انتوا عايزين. الفيديو ده متصور من فترة بس حبيت انزله لكم. في الاول كده معانا كيلو من صدور الفراخ، هنحطها في الكبة ونفرمها زي ما انت شايفة. هنحط عليها معلقة ونص كبيرة من النشا، وهنحط كمان التوابل: ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، وزنجبيل، ومكعب مرقة. نفرمه كده بايدينا وننزله في الكبة، ننزلهم كده ونخلطهم مرة كمان في الكبة. وبعدين معانا كده نشكل البرجر بتاعنا. دهنة زيت خفيفة في ايدك كده وتاخدي القطعة بتاعة البرجر، ولو عندك المكبس ده تشتغلي بيه يبقى تمام. لو ما عندكيش اي حاجة مدورة عندك هتحطي فيها برضو القطعة وتضغطي عليها كده عشان تاخد الشكل المدور. تمام. انا بحب احط بلاستيك راب او اي كيس بلاستيك عندك ينفع تستخدميه، بتحطيه كده على الحاجة المدورة او المكبس اللي هتشتغلي فيه علشان ما يلزقش فيه ويسهل عليكي وانتي بترفعي القطعة. بعد كده بنحط زي ما قلتلكوا ديكو دهنة زيت خفيفة، وبعدين بتاخدي القطعة بتاعتك بتحطيها في المكبس او في اي حاجة مدورة وتضغطي عليها كده تسويها عشان تاخد شكل الدايرة. وبعدين بحط الكيس تاني من فوق وبحط المكبس القطعة التانية بضغط عليها بتاخد نفس الشكل. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ حلو جدا. هنعمل الكمية بتاعتنا كلها بنفس الشكل ده. شايفين بقول لكم دهنة زيت، احنا بس بنحط في ايدينا زيت علشان ما يلزقش في ايدينا مش اكتر. عايزه اقول لكم كمان ان برجر الفراخ مش بيكش، مش زي برجر اللحمه بتعمليها كبيره وحجمها بيصغر. لا، برجر الفراخ بيفضل حجمها زي ما هي كبير. هنعمل الكمية بتاعتنا كلها بنفس الشكل ده، وده شكل البرجر بتاعنا. نيجي بقى نعمل على الجريل. معانا الجريل مسخنينه كويس جدا، نحط عليه دهنة زيت كده خفيفة، معلقة زيت، ننزل عليها بالبرجر بتاعنا كده. اول ما بياخد لون من تحت ويشد حيله كده يمسك نفسه نروح قلبينه على الناحية التانية زي ما انت شايفة كده. نفضل نقلب فيه بقى فوق وتحت فوق وتحت لحد ما نلاقيه خد لون كويس واستوى كويس. انا دايما البرجر بسويه ازاي؟ بشغل البوتاجاز بتاعي على درجة حرارة الجريل يسخن كويس، وبعدين بهدي الحرارة تبقى درجة حرارة متوسطة علشان يستوي معاكي كويس، مش ياخد لون من بره ومن جوه يبقى مش مستوي. بعد ما بياخد لون فوق وتحت كده ويستوي، باجي من على جنب كده بفضل الف البرجر علشان ياخد لون كمان من كل الاتجاهات من على جنب، مش بس يكون من فوق ومن تحت ومن في النص مش واخد لون خالص، لا بيبقى واخد لون ذهبي خفيف كده. في الوقت ده بقى خلصنا البرجر، هنرفعه، هنسوي الكمية بتاعتنا كلها بنفس الشكل. نيجي بقى للبرجر المقلي او المحمر. هنحط بقى كورن فليكس او سيريال او اي حاجه طبقه مقرمشه اللي من بره، او بقسماط مطحون، اي حاجه يعني، ونطحنه كده او نعمله بايدينا. وبعدين هنيجي للطبقه التانية اللي هي اللي بتبقى طبقه البيض. انا مش هستخدم بيض، فانا هعمل ميه بدقيق. بتحطي نص كوبايه من الميه، هتحطي عليها 3 معالق كبار من الدقيق وتقلبي كده كويس جدا لحد ما توصلي للقوام ده. شايفه الدقيق كله داب كده واختلط بالميه. في الوقت ده بقى هنضيف التوابل بتاعتنا زي ما بتحطي للبيض ملح وفلفل اسود، كمان هنحط هنا ملح وفلفل اسود بس كده. تمام. الطبقة دي للناس اللي مش عايزة تحط بيض في الوصفة بتاعتها، فبنعمل مية بدقيق زي ما انت شايفة. نيجي بقى البرجر بتاعنا هنحطه كده في الخليط اللي احنا عملناه اللي هو مية بدقيق بملح بفلفل اسود، ونغطسه كده ونروح رافعينه. نحطه بقى في الكورن فليكس بتاعنا او في السيريال او في البقسماط المطحون، اي طبقة خارجية انت عايزاها. نغلفه كده كويس جدا ومن كل الاتجاهات ومن على جنب كده، نغلفه تغليفة حلوة قوي. نكون بقى مسخنين الزيت بتاعنا على درجة حرارة، الزيت يسخن، نروح عاملين الموطيين النار، يكون درجة الحرارة متوسطة. بعد ما الزيت سخن كويس هنهدي النار وننزل بقى الفراخ بتاعتنا او البرجر بتاعنا. واول ما بياخد لون كده من تحت بتروحي قلبها على الناحية التانية، هو مش بياخد وقت خالص يعني، بس اهم حاجة الزيت يكون سخن في الاول، وبعدين نهدي النار علشان ما يتحرقش منك او ما ياخدش لون وفي النص يبقى مش مستوي.
بعد ما خلصنا الكميه بتاعتنا كلها هنيجي نعمل الساندوتش بقى. انا هعمل الجريلد او المشوي، هحط عليه مايونيز، وبعدين هنحط الخس او اللادس، وهنحط معانا كمان خيار او بيكلز، خيار مخلل، ونحط البرجر كده. وانا قفلت الساندوتش ونسيت ان انا احط الجبنه، ففتحت تاني علشان احط طبقه الجبنه الشيدر، وهنقفل كده. وده شكل الساندوتش بتاعنا. هنحط معاه بطاطس فرنش فرايز، وهنحط كمان الصوص على جنب. الصوص ده زي ما وريتهولكوا قبل كده بيبقى عباره عن كاتشب ومايونيز وماسترد وخيار مخلل بيكون مفروم. وعملت الساندوتش التاني نفس الطريقه الاولانيه، بس حطيت الصوص ده مش المايونيز. شايفين شكله عامل ازاي؟ ده هو المقلي او المحمر، وحاجه كده في منتهى الجمال. اعمليه في البيت ومش هتشتريه من بره تاني اوعدك. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس على اليوتيوب. ما تنسوش تعملوا لايك وفولو وشير على الفيسبوك وعلى انستجرام. شايفين بقى شكله من جوه عامل ازاي؟ بس كده، اشوفكم المره الجايه في حاجه جديده نتعلمها سوا. باي باي.